السلام عليكم، فيديو جديد، قصة جديدة. اتمنى تعجبكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك في الفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. مشاهدة ممتعة. قصتنا النهاردة هتتكلم عن أخطر 10 مجرمين في التاريخ. في المركز العاشر أندريا تشيكاتيلو، وهو قاتل متسلسل سوفيتي. ولد 16 أكتوبر 1936 واشتهر بجرائمه البشعة ما بين 1978 و 1990، وده كان في الاتحاد السوفيتي، وقام بقتل واغتصاب الأطفال والنساء، وكان يستهدف ضحاياه من الشباب والمراهقين الصغار. وبالفعل تم القبض عليه عام 1990 وارتكب أكثر من 52 جريمة قتل، وعام 1994 تم الحكم عليه بالإعدام. وفي المركز التاسع روبرت موتسلي، هو قاتل مسلسل بريطاني ومشهور باسم وحش مانشستر. قدر روبرت قتل 4 رجال ومنهم 3 سجناء، وأشهر جريمة ليه هو قتل صاحبه بالسلاح عام 1974. وعام 1977 قتل صاحبه اللي في السجن بعد عدة طعنات، أكتر من 10 طعنات ورا بعض. وفي النهاية تم الحكم عليه بالإعدام لقتل أكتر من 10 سجناء. وفي المركز الثامن آل كابوني، هو زعيم لعصابة المافيا في أمريكا، تحديدا شيكاغو، وكان مشهور بعنفه وارتكاب كل الجرائم من نصب واحتيال وتجارة الممنوعات. وكان بطل في نظر البعض عشان بيساعد الفقراء والمحتاجين، وكان مطلوب من السلطات الفيدرالية. وبالفعل تم القبض عليه واتحكم عليه 11 سنة في سجن ألكتراز. وعام 1939 خرج آل كابوني من السجن وما كملش في الطريق ده، وبعدها توفى بسبب مرض السرطان في ميامي. وفي المركز السابع ألبرت فيش، هو قاتل مسلسل أمريكي، ولد 19 مايو 1870 واشتهر بأفعاله الوحشية، وكان بيمشي في الشوارع ويستدرك الأطفال، وكان بيغريهم بالحلويات ويخطفهم ويقتلهم بطريقة عنيفة ووحشية. وكان جرائمه كلها عنيفة متعلقة بالأطفال، حتى إنه كان آكل لحوم البشر. وعام 1934 تم القبض عليه من الشرطة بعد عملية هروب طويلة، واتثبت عليه قتل أكثر من 10 أطفال. وفي 16 يناير 1936 تم الحكم عليه بالإعدام بالكهرباء. ألبرت فيش هو أكبر القتلة المتسلسلين رعبا في تاريخ أمريكا. وفي المركز السادس جوان واين غاسي، وهو قاتل مسلسل أمريكي، ولد 17 مايو 1942 وكان مشهور بالمهرج القاتل، واتسمى كده عشان كان بيستهدف ضحاياه في الحفلات، وقدر يقتل أكتر من 33 شاب عمرهم تقريبا ما بين 13 سنة إلى 27 سنة. وكان بيستضرب ضحاياه إلى بيته ويكتفهم ويتعدى عليهم، وبعدين يقتلهم ودفن معظمهم تحت بيته، وتم إلقاء الآخرين في نهر دي بلينز. وفي النهاية تم القبض على غاسي في ديسمبر 1978 بعد ما بدأت الشرطة في تحقيق اختفاء شاب مراهق، واكتشفت الشرطات الفيدرالية أكتر من 33 شاب مدفون تحت بيته. وعام 1994 اتحكم عليه بالإعدام. وفي المركز الخامس ريتشارد رامريز، ارتكب سلاسل من الجرائم في كاليفورنيا ما بين 1984 و 1985، وكانت ضحاياه من الرجال والنساء والأطفال، واستخدم أسلحة للاعتداء عليهم. وبعد تحريات الشرطة تم القبض عليه عام 1985. وعام 1989 ثبتت عليه قتل أكتر من 13 مجرم، واتحكم عليه بالإعدام. ولكن الغريب، أثناء حكم إعدامه ما ظهرش الندم خالص، وكان فخور بأعماله، لذلك أصبح أخطر المجرمين في أمريكا. وقضى سنواته الأخيرة في سجن سان كوينتان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. توفى بسبب تضاعفات مرض السرطان. وفي المركز الرابع تشارلز مانسون، وهو زعيم طائفة أمريكية، اتولد 12 نوفمبر عام 1934 وطائفته اسمها عائلة مانسون. ارتكب العديد من الجرائم وأشهرها الممثلة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، و7 أشخاص كمان، كل ده عام 1969. مانسون ما ارتكبش الجرائم بنفسه، ولكن كان بيحرض طائفته إن هم يقتلوا بالنيابة عنه، وهو اللي كان بينظم لهم جرائم القتل. وفي النهاية تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، واتشهر في كل البرامج التلفزيونية في أمريكا وعرف بالشر والجنون. وفي المركز الثالث إل تشابو، هو زعيم كارتل سينالو في المكسيك، وهي واحدة من أكبر وأشهر منظمات في تهريب المخدرات. ولد 4 إبريل 1957 في ولاية سينالو بالمكسيك، واشتهر بقدرته على الهروب من السجون المكسيكية تحت الحراسة المشددة، وقدر يهرب مرتين عام 2001 وعام 2015. وهو مسؤول عن تهريب المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها، ودي تعتبر جريمة كبرى عشان ده تهريب دولي من المكسيك إلى أمريكا. واتمسك عليه تهم كبيرة جدا زي تهريب المخدرات والكوكايين وغسيل الأموال والقتل، واتحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن فلورنس تحت الحراسة الأمنية المشددة على أعلى مستوى، وده يدل على خطورته. وفي المركز الثاني بابلو اسكوبار، وأشهر وأكبر تاجر مخدرات في أمريكا، تحديدا كولومبيا، وأغنى زعماء المخدرات في التاريخ. اتولد 1 ديسمبر 1949، وهو مسؤول عن تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكوكايين، وقدر يكون امبراطورية، وكان أغنى واحد في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات.
وكان بيتميز بعنفه وما يعرفش الرحمة أبدا، وكان بطل في نظر البعض عشان بيساعد الناس بالفلوس، وكمان بنى مستشفيات ومدارس وملاعب كرة وغيره. وفي النهاية اتقتل أثناء اشتباكه مع حكومة كولومبيا 1993، وتم انهيار إمبراطوريته. أخيرا في المركز الأول تيد بوندي، هو قاتل مسلسل أمريكي اتولد 24 نوفمبر 1964. اغتصب وقتل أكتر من 30 امرأة، ولكن العدد الفعلي أكبر بكتير. وفي النهاية اتقبض عليه، ولكن قدر يهرب مرتين واتمسك وتم إعدامه 24 يناير 1989. والخبر ده قلب أمريكا كلها بسبب خطورة تيد بوندي. ودي كانت قصتنا النهارده، اتمنى تعجبكم. في النهايه ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. كان معاكم مصطفى، سلام.